اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله كل بخير. الله حي الشيوخ الشيخ وبحلقة جديدة على القناة. اوكي شباب، طبعا فيديونا اليوم اللي هو اماكن سرية ببجي موبايل، ان شاء الله تنال على اعجابكم. وطبعا شباب، اول شي تابعونا على صفحتي بالفيس، خلينا نوصلها اقل شي 10,000 متابع. هذا هدفي يا شباب. رابط الصفحة مالتي بالفيس، سووا لها لايك ومتابعة. فالمهم يا شباب، ما اطول عليكم بالمقدمة، بس قبل لا ابدي تحدي الى قبيلة الشيوخ. هذا المقطع لازم يوصل 40,000 لايك. اول مرة اتحدى بهذا الرقم، ف40,000 لايك يا قبيلة الشيوخ. وبس خليكم مع المقطع. اوكي يا شباب، طبعا عندنا المكان السري بهذا البيت. اكيد تعرفون هذا البيت تواجد ببوتشنكي وبغير مناطق. فعندنا يا شباب كم خدعة هنا تطبق بها تيم بهذا البيت. يعني اذا طبقت هذه الخدعة يا شباب، تصعدون بهاي الطريقة وتلزقون بالحائط. اوكي شباب، يعني اذا هيك راح يسوون، اول ما يصعدون التيم راح تقدر تضربهم. ما اعتقد احد جاته هاي الفكرة، واذا جاته اقول لك انت فرانكشتاين. اوكي شباب، مو بس هيك يا شباب، اكو فد خطوة ثانية كلش حلوة. همتين تقدر تخبلهم التيم اللي بالبيت، خاصة اذا كانوا برا ما انصحك تسويها. ولكن اذا كانوا جوا واقتحموك تيم كامل ما تعرف شو تسوي، راح اطبق هاي الخدعة. فالخدعة الثانية بهذا البيت انه بس هيك تتقدم. اوكي شباب، طبعا اكيد ما كتاكيدات توقع وجرب. اوكي شباب، هسه انا المرة الثانية جربت وصارت لازم تظل مطبوق على الحائط وتمشي بنفس المستوى مال الحائط. وراها يا شباب توصل اخر شباك. هسه مثل ما طالع لكم يا شباب بالفيديو، راح تمشون يمين يمين يمين. وراها يا شباب تمشون يسار. يسار مو اول شباك، اخير شباك تشوفوه يا شباب. حتى بالسطح الثاني تقدرون تضربوهم وتخبلوهم، ولا يدرون اصلا مين اللي جاهم الضرب. هذا يا شباب الشباك، تقدر من هنا انه تحين او تضربهم رمانه او هيك شيء من هنا. او مثلا اول ما يصعدون او انت كنت مدنق هنا، تقدر تضربهم بكل سهوله. عندنا المكان السري الثاني، مكان كلش حلو. مثلا اذا صار الزون هنا مثلا بمنطقة تشاتكا اللي هي شوية عن تشاتكا، فهنا يا شباب اشرت لكم وين لازم تروحون. فاللي عليكم يا شباب، اول شيء تقومزون على هذا السياج، ترجعون كلش اللي ورا يا شباب، تقومزون على هذا السياج. اوكي شباب، وتمشون على كيفكم حتى توصلون الزاوية اللي هي يم الاشجار. مكان كلش حلو، خاصة الكمبرتية راح يفيدهم كلش حلو هذا المكان. او مثلا تحاصرت ودا تلعب سولو سكواد، هم راح يفيدك. يعني هاي يا شباب الاماكن اللي اعطيتكم اياها فقط للاماكن او للحالات الطارئة. فيا شباب، بعد ما راح تتقدمون راح توقفون بهاي الزاوية، وتقدرون اصلا تقومزون وتوقفون فرد نوبة فوق السياج. ولكن انا عجبني ادنق. هيك يا شباب انتم راح تقدرون تشوفون التيم بكل سهولة. عندنا المكان السر الثالث، مكان ما خاطر على بال احد. وانصحكم تسوون بهاي الخدعة وهذا المكان فقط اذا كان التيم او العدو جواك. اذا كان عندك مثلا مسدس، هسه انا عندي مسدس. اذا كان عندك يعني سلاح كلش رديء وما تقدر تواجه التيم، فانصحك يا شباب تطبقون هاي الخدعة. طبعا هاي المنطقة الخدعة بمنطقة ياسنايا ورا العمارات. فيا شباب راح تظلون تقمزون تروحون على اخر البلوك وتصعدون اللي فوق وتدنقون. التيم يمك، اذا هنا التيم يمك راح تقدر تضربهم. او اذا هناك كان الزون جاي عليكم، انت هنا راح تستلمهم استلام رهيب، احسن مما تطلع راسك بالعمارة او هيك شي. فيا شباب مكان كلش حلو. خلينا نروح للمكان نفسه، تقريبا نفس الخدعة ولكن بغير منطقة. عندكم يا شباب هذا الكرفان مال الشرطة، تقدرون همتين تصعدون كلش اللي فوق. يا شباب طريقة كلش سهلة، فقط تحتاج الى هذه السيارة وراح تصعدون اللي فوق. طبعا اكو ناس مثلا من راح يطبقون السيارة راح يسد الباب او هيك شي. انت فقط تقدر تقمز من الشباك مالته وتفتح الباب بكل اريحية مثل ما طالعتكم بالشاشة. فالطريقة كلش سهلة. شلون راح تصعد فوق؟ همتين يا شباب تقومزون هيجي وراها تلزقون بالباب وتصعدون عليه بكل سهولة. فمثل ما شايفين يا شباب، وانصحكم اذا كانوا اكو ناس بالكنيسة او هيجي، انصحكم يعني تنزلون. ولكن اذا كانوا بالشوارع وقتال وكذا، بحالة السولو سكواد يعني تقدر تلعب وحدك او ما توزقك او ما عندك سلاح، راح تفيدك هذا المكان كلش كلش هواي، لحد ما راح تصفى وانت راح تستغل الفرصة. وطبعا عندنا المكان الخامس، ونعود الى منطقة ياسناية. اكيد تعرفون العمارات مال ياسناية دائما بيها كمبر هواي،
او تيمات يطبوا لها يلوتون بيها. فعندي يا شباب لكم نصيحة كلش حلوة، ومكان كلش سري ما حد راح يقدر يشوفه او يخمن منين تجي طلقات اذا شفت العدو وانت تضربه. فيا شباب الاول، الدرج الثاني والثالث والرابع والخامس، انتوا على الخامس راح تشوفون هذا الشباك يا شباب، تقدرون توصلوا له. اول ما راح توصلون راح تنزلون اللي جوا الدنقول هيجي، اوكي شباب، وراح تلزقون بالحائط فرد نوبه. هنا يا شباب راح تاخذ مركزين، اللي هو المركز مال درج ومركز السطح. يعني انت هيك راح تفاجئ التيم او العدو، يعني هيك راح تفاجئ وراح تقول له سبرايز ما فكر. اوكي شباب، فهذا هو المكان، ان شاء الله عجبكم. خلونا ننتقل للمكان السادس، ما ادري السابع والله خربطت، بس يلا خلونا ننتقل من المكان السري اللي بعده. عندنا المكان السري هذا يا شباب بمنطقة روز هوك، اكيد انتوا دائما تنزلون بيها. مكان اصلا كلش حلو، بس انصحك، او حتى لو كانوا الناس بالجبل انت راح تاخذ الكفر الثاني، واذا كانوا هنا راح تاخذ الكفر الثالث. وين هذا؟ اللي هو فوق هذا الكرفان اللي وراي يا شباب. شلون تصعدوا له؟ انصحكم اذا كانت عندكم دراجة نارية، من اول قمزة للمكان راح تصعدون بكل اريحية وتفجرون الدراجة وتاخذوها كفر لكم. ولكن يا شباب ما لقيت، انا لقيت سيارة، والسيارة هم تمشي عادي اذا كانت مثل هاي اللي بيها كلش دبلات عالية. فيا شباب راح تجي طاير، وعلى هاي التلة راح تقمز بسرعة لذاك المكان. مثل ما شايفين يا شباب، اول ما راح تقمز راح تنزل من السيارة بسرعة. اما اذا كان دراجة راح تصعد اصلا كلك، بس السيارة هنا راح تنزل على ما اعتقد. فيا شباب مثل ما شايفين مكان اسطوري، مكان كلش حلو، ما اعتقد احد راح يخمنه. واذا انت فرد نوبة تحب الكمبرة، او يعني انت قافل على هذا المكان، تقدر تلبس لبس بهذا اللون مال المكان وتكمبر وتقتل براحتك. اوكي شباب، خاصة اذا كان الزون هنا كلش راح تفيدك هالخدعة. وبس يا شباب، اتمنى عجبتكم حلقة اليوم وموضوع اليوم، واتمنى ما قصرت وياكم بالشرح، واسف اذا كان اي خطأ، ولكن انا متأكد ان شاء الله ماكو اي خطأ بالمونتاج. ويا شباب لايكاتكم واشتراكاتكم، ولا تنسون ال40,000 لايك لازم نوصلها. اما هسه يا شباب اخليكم مع جيم بلاي كلش صغير. ونسيت اقول لكم شيء دائما نقوله بنهاية المقطع، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello? Can you give me some shade? Help!